اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، اللهم امين يا رب. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوفه عن فرز البامية لقمر التحفة اللي ما شاء الله اللي شكلها يفتح النفس لوحده. طبعا البامية دي طريقتي فيها انا، بعتمدها في مطبخي، مش بعمل غيرها. ما شاء الله بتطلعيها اكنك لسه جايباها بالظبط، ولا بتغير لون ولا بتسمر منك ولا اي حاجة. هنا جبت حلة، خليتها تغلي كويس جدا، بعد كده قفلت عليها البوتاجاز وهنزل دلوقتي. والمية كده اول ما بدأت تغلي بليمونة، ونزلت بقى في المية بالقشر بتاع الليمون. وهنا بقى دي اللهم بارك البامية اللي انا كنت عاملاها، دي الكمية اللي انا كنت عاملاها ما شاء الله تحفة. طبعا قمعتها كويس جدا وهقلبها كده من تحت لفوق ومن فوق لتحت بس كده. وبعد كده بقى هيكون جنبي مصفى فيها مية، طبعا مش بخليها في المية السخنة خالص، ما بتاخدش اكتر من دقيقتين. طبعا هشيل بقى المية اللي بامية من المية السخنة، هنزل بيها في المية الساقعة على طول زي ما انتوا شايفين. طبعا ما ينفعش تخلوها اكتر من دقيقتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي الكمية دي الكمية كلها اللي انا كنت عاملاها، اللهم بارك. طبعا انا البامية مش جايبة كمية كتير علشان مفيش حد بياكلها عندي غير انا وابني بس، مفيش حد تاني بياكلها. وبعد كده بقى بعد ما نزلت بيها في المية، طبعا هصفيها كويس جدا. ودي فوطة المطبخ بتاعة الخضار وبتاعة، يعني مش بعمل بيها غير اللي هو الخضار، طماطم، البطاطس، الحاجات دي فوطة المطبخ مخصصة للمطبخ عامة. بعد كده بقى صفيتها كويس جدا من المية، ونزلت بقى ايه بيها على بفرصها بقى بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. بجد لو لسه ما عملتهاش بالطريقة دي فايتك كتير قوي. ما تنسيش تعملي اللايك والشير وتفعلي. دي بقى فيها كده في الاكياس قرن شطة علشان لزوم التكات والحركات. ما تنسيش اللايك والشير وتفعلي الجرس عشان ينزلك كل جديد من فيديوهاتي. احلى متابعين في الدنيا. لو لسه ما عملتهاش بالطريقة دي فايتك كتير قوي قوي. الحقي جيبيها يلا وفرزيها علشان خلاص بقى هتمشي من السوق، هتروح بمعنى اصح. كل سنة وانتوا طيبين يا رب. البيت عندكم يبقى على طول في خير وبركة وسعادة وبهجة وكل حاجة انتوا بتتمنوها يا